السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص بقى يا حبايبي، الفيديو النهاردة مهم جدا للتوعية في كام فكرة كده وحاجات وأخطاء أنا كنت بقع فيها. فأنا عايزة إن شاء الله مفيش حد منكم يقع فيها. واي حد عنده برضو تجارب، حاجات هو كان بيستخدمها في حياته وبعد كده ندم على استخدامها، سواء في الاكل او الشرب او في استخدامات مثلا شخصية او في الملابس او في اي حاجة، او مثلا في ادوات، في اي حاجة اشتراها وندم عليها، برضو ممكن يفيدنا في التعليقات ويفيد غيره، علشان يعني نتفادى الأخطاء. يعني اللي بيعمل فينا حاجة وبعد كده يكتشف ان هي غلط، يوصلها لغيره بحيث ان احنا نتفادى الأخطاء. صلوا الأول على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهاردة يا بنات هينقسم معايا لنصين. النص الأولاني 3 حاجات أنا اتعلمت اني ما وفرش فيها تاني، و3 حاجات انا اتعلمت ان انا اوفر فيها. فانا هقول لك الاول ال3 حاجات اللي انا اتعلمت ان انا ما اوفرش فيها، ومش هطول عليكم. حطي لي بس لايك للفيديو، دعوه حلوه كده من قلبك في التعليقات. بصوا يا بنات، اول حاجه الخل. الخل من الحاجات اللي بجد خلي بالك قوي، لان ازايز الخل نوعين. يا اما خل اللي هو بيبقى، بصوا مكتوب عليه كده، مكتوب عليه خل قصب طبيعي 5%، وده اللي بيبقى خاص بالاكل، تمام، اللي بتحطي منه بتضيفي منه للاكل. وفي الخل اللي هو بيبقى مخصوص لغسيل الخضروات والتنظيف والكلام ده. فخلوا بالكم الخل ده هو ده اللي مش اللي هو ال5%، هو ده اللي ما بيعملش تأثير سلبي على الكبد والكلى والجسم، يعني لا قدر الله. لكن الخل التاني اللي هو بتاع غسيل الخضروات ده بيتجاب لغرض التنظيف بس. طب اعرفهم منين؟ طبعا بتقري من على الازازة. دي اول فرق. الفرق التاني ان الازازة اللي هي الخل ال5% ده بيبقى سعره اعلى شوية، يعني بيبقى ازازة مش عارف، مش فاكرة، يا ربي كنت جايباها 19 18 يعني 20 جنيه في الحدود دي، تمام. طيب لكن التانية بتاعت غسيل الخضروات والفواكه وكده بتبقى أرخص. ندخل على الفكرة اللي بعد كده، الملح. برضو الملح يا جماعة ما تسترخصوش فيه، لأن برضو دي من ضمن الأخطاء اللي أنا كنت بقع فيها وغيري ناس كتير كانت بتقع فيها. الملح برضو من الحاجات اللي ممكن لا قدر الله تضر الجسم، وخاصة الكلى والناس اللي عندها أملاح، أو حتى لو إنسان مش بيعاني من أي حاجة فياخد باله برضو من استخدام الملح. يعني يا ريت تجيبه من شركات تكون الملح بتاعها زي ما انتوا شايفين كده عالي النقاوة، يعني ملح زي نور، زي كوكس، اللي هي الشركات دي، وبيبقى فرقها بسيط يعني. طيب ايه تاني اللي اتعلمت برضو ان انا ما اوفرش فيه، بخصوص بقى ان انا عندي برد زي ما انتوا سامعين كده، صوتي ضايع خالص. ادعوا بقى في التعليقات ربنا يشفيني يا رب، يشفي كل مريض. آه فالحاجات اللي برضو بجد اللي اتعلمت ان انا ما اوفرش فيها المناديل يا بنات. المناديل برضو بصوا هي حاجات بسيطه يعني، انا جايبه لكم افكار حاجات بسيطه جدا، بس بجد لا ما توفريش فيها، لان انت اللي هتتعبي في الاخر وهتصرفي من ناحيه تانية، تمام. فلا قدر الله ربنا يكفيكم شر المرض يا رب، وما يعني ما تحتاجوش ابدا لصرف في علاج او الكلام ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المناديل يا بنات، المناديل هاتي اللي هي المناديل الناعمة، منها ما تجرحش يعني أنفك، وأثناء العطس وكده والمسح. المناديل الناعمة يا بنات حلوة، تمام. طيب أنا بضطر أجيب طبعا المناديل التانية اللي هي اللي هي بتبقى خشنة شوية دي، لأنها بتبقى لأغراض تانية، اللي تشرب الزيت للمطبخ يعني وكده، حتى بيبقى هي اسمها مناديل مطبخ، فاهميني؟ طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب انت كده يا عبير قلت لنا الحاجات اللي انت اتعلمتي انك ما توفريش فيها، ال3 حاجات دول، الخل والملح والمناديل. طب ايه الحاجات بقى؟ وزي ما قلت لكم حاجات فرقها بسيط والله، وانت اللي كسبانه. الحاجات بقى اللي انا اتعلمت اوفر فيها، اول حاجه يا بنات الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا بصراحه انا كل الجبن اللي استخدمتها تقريبا جودتها قريبه قوي من بعض. احسن الجبن كسعر وكاستخدام الحمد وجبنتي، تمام كده. الكيس ده كان بحاجة و30 جنيه تقريبا، او مؤخرا بقى ب40 جنيه. طبعا انا كنت واخدة منه، فعشان كده طبعا بشيله في الفريزر، فعشان كده كنت عاملاه افلام التوكة دي.
عشان كنت قصاه يعني واخده جزء منه، بضيفه بقى على الصواني والبيتزا والاكلات والحاجات دي. طيب يعني مفيش داعي انك تروحي تجيبي جبنه موتزاريلا بالشيء الفلاني، هو كلها في الاخر كلها نباتيه الدهن، فمش مستاهله ان انت تقعدي ايه تجيبي حاجه غاليه وكده. هي يعني الحمد او جبنتي بصراحه الجبنه الموتزاريلا بتاعتهم كويسه قيمه، وسعرها برضو على قد الايد. ايه تاني اللي اتعلمت اوفر فيه؟ البطاطس. والبطاطس دي بقى من الحاجات اللي لازم ضروري ان شاء الله تبقى دايما عندك في البيت، هتنفعك فطار عشاء غدا. بصي البطاطس، طب البطاطس دي قصتها ايه؟ دي بطاطس صينيه طبعا. كل عام وانتم طيبين يا رب، وعام سعيد علينا جميعا. طبعا بدأت تظهر البطاطس الجديدة. فالبطاطس دي طينية زي ما انتم شايفين، لازم طبعا هي تحمير وكل حاجة، بس لازم تبقي متابعاها وهي على البوتاجاز عشان بتبقى مسكرة كده فبتحمر بسرعة. والحاجة التالتة والأخيرة هي البقسماط المطحون، وده يبقى نازل زي ما قلت لكم قبل كده. هسيب لكم الفيديو بتاعته في شاشات النهاية عشان الفيديو خلاص بيخلص. هسيب لكم الفيديو بتاعه في شاشات النهاية ازاي بحول الفينو